والتحية خاصة خاصة لأبطال معركة جبل موية الأوفياء الأسود اللي استشهدوا غدرا وضربوا غدرا من دولة مصر بالطيران المصري الغادر. ودي تشبه معركة كرر الأولى اللي هي ضربت يوم 15 للعزل الماشين ناس المفوجين للتحالف أو للسعودية، وضربوهم عزل، ضربهم الطيران المصري أيضا. ولكن سكتنا كثير جدا، قلنا جماعة النادي يصحوا ويتراجعوا، لكن للأسف الشديد هم يوم متمادين، والآن هم خشوا في المعركة. وغير الإيرانيين مشاركينكم بالتدريب وبالسيارات المهاجر بكل أنواع، والآن اتحدثت ونحن كل شيء عارفينه. وغير الدول الداعمة أكثر من 6-7 دولة احنا عارفينها داعمة لكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فنحن أنا بنقول من هنا، أنا بقول للأبطال أبطال جبل موية، أنتم ما انهزمتوا والله نحن راضين عنكم كل الرضا، أنتم ما انهزمتوا. والآن الحمد لله أنتم تنظيمكم، وإن شاء الله احنا إن شاء الله هنعود الكرة، وبإذن الله زي ما شلنا منهم تاني هنشيل منهم بإذن الله. فأبشروا بالخير، وأنتم ما انهزمتوا بقوة قاهرة، قوة يعني طيران حديث سخوي 129 بيضرب من الساعة 3 لغاية الساعة 10 صباحا، وانتوا ناضلتوا ولقنتوهم درس لا ينسوه. ماتوا فيهم أو هلكوا فيهم مئات الأشخاص، ولكن في النهاية زي ما بقول الكتلة غلبت الشجاعة. ولكن بإذن الله الترتيب ماشي، والإعادة التنظيم ماشية.